يحقق مع المنتخب ما يحققش مع المنتخب. حاليا في آسيا أحب من أحب كره من كره. كان هناك تصويت من المديرين الفنيين سالم الدوسري على مستوى العرب. انت قصدك الرواش؟ خلي بلاتي اسيا لا سالم الدوسري. اما افضل عاصم لا بلاتي دابا حنا كنهضروا بالارقام. نجيو لافريقيا اللي الكره الذهبيه حكيمي، وبالتالي هاد محرز وصلاح علاش ما بقاوش في الاستمراريه وما داوش الكره الذهبيه السنه؟ صلاح استمراريه. لا علاش؟ محرز استمراريه. اسمح لي، علاش ما داوش الكره الذهبيه؟ اذا كانوا لاعبين خاص يبقاو في واحد المستوى عالي، خاصهم يفوزوا بالكره الذهبيه. الان الكره الذهبيه في افريقيا عند اشرف حكيمي. صلاح نافس. سامح لي نجاوبوا. سامح لي يا استاذ علي بخار. سامح لي نجاوبوا. واش راك تقول؟ ممكن صحيح ما داوش. انا كندوي على السنه. واش عليه ما داوش الكره الذهبيه هكذا؟ انيستا دا احسن لاعب في العالم، بالون دور، لا كره الذهبيه لا. هو يستاهلها ام لا؟ صح. هل انيستا لاعب متواضع احسن رقم 8 او كما حبيت تسميه في التاريخ كره القدم؟ ولكن انا نظن ما ننجموش نقولوا لاعب فلان او لاعب احسن لاعب في التاريخ. لا ما كاينش. انا ليا كاين 3 لاعبين احسن في التاريخ: بيلي، مارادونا، ميسي. مارادونا ميسي كي كانت الارجنتين كلها تسب فيه كلها. علاه؟ لان ما داش كاس العالم. وي مارادونا كاع تحبوا تعبدوا استغفر الله يا ربي يحبوا مارادونا لان جاب كاس العالم فعلا هكذا. دونك هنا مارادونا في وقته ما كانوش هاد الكره الذهبيه. هل مارادونا سي حاجه موهبه، ولكن نزيدوا نتكلموا على لعاب. دوكا نقولوا فلان دا كره ذهبيه هو مليح. رودري صنعوا غوارديولا. هل رودري يلحق مودريش؟ هل رودري يلحق انيستا؟ تشافي انيستا يلحقهم رودري؟ من المحال. كلام خبير. رودري دا بالون دور لان سيتي تصنع لك لاعبين، تصنع لك. رودري كان عادي ولا حاجه، اي لاعب يروح لسيتي يولي حاجه كبيره، لان عندك مدرب في القمه، فريق قوي وكلش. كاين لاعبين صح. قلت اشرف حكيمي، انا من الناس اللي قلت يستاهل هو الكره الذهبيه، ما داهاش. ولكن ما ننجموش نقولوا هذا دا كره ذهبيه لان هذا احسن من الاخر. لا، عندنا الابداع. لا احنا ما كنقصدوش على انه هذا احسن من هذا احسن، لا كنهضروا على ما حققه في الموسم. يعني انا كنقصد على ان سالم الدوسري من الاتحاد الاسيوي بكل المدربين وعمداء المنتخبات اعطاوه كاحسن لاعب هذه السنه. يعني راه كاين دي كريتير اللي بناو عليها المدربين وكاين اللي بناو عليها العمداء ديال المنتخبات. نفس الشيء نكونوا منطقيين. راه الكره الذهبيه اللي كتسلم اللاعب راه ماشي مقياس. افريقيا تهضر في افريقيا ماشي مقياس. السنه الماضيه الى كل شيء كيلاحظ كان كل شيء في القاعه كينتظر التتويج ديال اشرف حكيمي، وانت بالضبط في البرنامج ديالكم قلتوا بان اشرف حكيمي، واذا بالقاعه انفجرت في وسط المغرب. لاعب النيجيري سنتين متتاليتين الاتحاد الافريقي يجامل نيجيريا. صح. سنتين متتاليتين، هذه بشهاده الجميع. احنا بنفهم من ساعه يوم عمار تكلم عن الاتحاد الافريقي وقف ضده، الحين انت تقول الاتحاد الافريقي يجامل، يعني انت تأيد كلام عمار؟ لا شوف انا استاذ باش نوضح. يعني اللي يعجبك لحظه، اللي يعجبك تسكت، واذا كان ضدك تقول لا اتحاد لا باش ما تشجعش على كلمه والله كلمه. الاتحاد يعجبك انت؟ لا عين انا نوضح. نهضروا على محرز. الاتحاد يعجب ولا محرز معروف اسطوره. الجواز ما عجبه. متفقين. محرز مع السيتي، ما نتكلمش على الاسلام. شوف بعطيك كابتن، بعطيك على جوارديولا. انت جبت طاري جوارديولا مثلا. انا تصريح لجوارديولا لما كان مدرب عموما بعد ما انتقل محرز لنادي الاهلي السعودي، وش قال جوارديولا عن محرز؟ قال امتلاك رياض محرز سابقا كان اشبه بالتواجد في الجنه. هذا اللاعب ساعدنا كثيرا. هاي تصريح لاعب يعني. ايه ساعدوا كثير. وش انا حبيت تلوم لي فيها ما قلت اقول كلام يا خالد. عندك يا محمد صلاح كلمه وخلصون. لا راه الشيخ ما عاد انت اللي غتهضر. راه من مور علي بن الشيخ راه غادي نكمل الكلام ديالي. شوف نتكلموا على محرز.
لان ما داش بالون دور. وي ويستاهلها يستاهلها لان مع السيتي وي. ادى تشامبيونز ليغ، ادى سجل اهداف، ادى الدوري، ادى كاس بريطانيا، دكا هذوما ما عطاولوش زوز اساطير الكره الذهبيه. وعلى ما يعطيولوش الكره الذهبيه؟ اتفق معك، يستاهلها، يستاهلها. هذه هنايا تولي ما كاينش مقاييس الدولي ما داش. لا ما كاينش مقاييس، ما في معايير صحيح. يعني شنو يعني كواليس كواليس جوز اساطير. ايه بس يا عادل ترى كلامنا كواليس صح، ما هو كلام كواليس. نتكلم عن حكم. لا عرفت على حقبه زمنيه. طيب. انا بقول بقول لكم لا طلبت مني المساله ديال الكاف، انا نوضح واحد المساله لان يتابعونا وكيراسلوا بالنسبه للكونفدراليه الافريقيه فعلا كاينه مشاكل في التسيير، لان لا بس انا ما عشان شيء، بس احنا بشكل عام، بس عموما شنو لان بنسمع معاكم احنا سمعونا، حطونا في النص بينكم. اسمح لي يذكر لي مالديني بس يا ابو جابر. اوكي بقول لكم شغله على موضوع البلندور. افضل ترتيب عربي كان محمد صلاح جاء المركز الرابع. اشرف حكيمي جاء في المركز السادس. رياض محرز جاب المركز السابع، لكن لما اقول رياض محرز المركز السابع عفوا يعني اساس ما ناخذ ان رياض محرز ترتيبه نازل، لان كانت ايام ميسي وكريستيانو رونالدو يعني كانوا مع كانت اسامي قويه في هذه لكن خالد نستا وشافي وغيره. ايه لكن خالد في نقطه مهمه، ان محمد صلاح كان مع افضل رقم 3 مع ميسي وكريستيانو، وهذا الصعب حد يوصل ثالث فعلا. بعد لا رقم لا ما صار ثالث، كل واحد رابع. لا رابع. المهم مع مين قدامه؟ يعني انت تعطي ارقام، نحن نتحدث عن ومحرز من قدامه، بس نحن نتحدث على قوه الانجاز. ايه نقطة لو سمحت خالد، بالنسبة حق تصاريح المدربين عن افضل لاعب لا تاخذونها يعني بجد، لان اي مدرب لازم يمدح اللاعب اللي عنده فعلا. لو لا هو أسوأ والله يقول هذا كان جيد وهذا كان ممتاز واتمنى لا لاعب عقب ما راح. اذا تقصد جوارديولا عقب ما راح، جوارديولا ولا غيره خالد؟ اقول لك عقب ما راح لازم المدرب لازم يتكلم بالكلام الزين والطيب والمديح للاعبيه. على طاري الاساطير، فمش مقياس. على طاري الاساطير اقدر اقول انا مثلا عن اكرم عفيف انه اسطوره، لاعب منتخب قطر. نعم اكرم عفيف يا اخي، لو ما اكرم عفيف كم بطوله معك انت؟ بطولتين منتخب قطر، بطولتي وحتى الان وكل اللي بيصنع اكرم عفيف. اولا يسجل ويصنع ويراوغ ويسدد وبلنتيت كل شيء. الصوره ايش؟ يعني انا ما اعتقد لو ما اكرم عفيف ما بتحقق اي بطوله، لا اسيا ولا بتصعد كاس العالم. تعطي لقب اسطوره ولا اسطورتين؟ لا اسطوره، انتم عندكم اسطوره واحد، اسطوره انجازات. 2 ابطال اسيا وصعدك دحين استاذ الامارات وعمان فرق قويه، صعدك كاس العالم وانت في اسوء حالاتك. كل السبب هو، يعني هذا اسطوره. يعني خالد شوف لاعبين نوعين، لاعب يحمل فريق كامل بصناعه اهداف وبتسجيل، ولاعب فريق يحمله. دحين مثلا هذا يحمل لك فريق، محمد صلاح لازم يحتاج ناس لاعبين معاه لانه سريع يرموا له الكوره، انت فهمت؟ بيكون لوحده هو اللي بينفرد. تقصد ان رياض محرز يعني هو يصنع الاهلي بطل اسيا ترى خالد بدليل قام على الاهلي السعودي بطل اسيا. يا بختك اول مره جمال مبارك يقول كلامك صحيح. من هو؟ جمال مبارك. لا دائما يقول صحيح. انت تبغى تتكلم عن جمال؟ هو جمال اللي فتح القصه اصلا من البدايه. اي والله يعني هو جمال اللي فتح القصه من البدايه وقال رايه، وبعد كده الرواس اجتهد. اخر سؤال. اوكي أيوة. اخر سؤال. احنا دائما نسمع ترى سؤال من الاسطوره في كل الدول، في كل الدول. قبل لا نجاوب على هذا السؤال لازم يكون في معايير اللي نحددها على اساس احنا نقول اسطوره. اصلا ما بيكون. احيانا الكلمه تكون دارجه تطلق على راح تصير معايير، لكن نضع لها معايير. ما راح تعرف محمد هو لانه الكلام اغلبه راح يكون اضافه الى انجازات وارقام. ضع الانجاز. لا مش لهذا عاطفي صح، مش لهذا يا جماعه الخير. لا يا جماعه الخير مش لهذا، لانه لما نحدد واحد معناه صار وحادي سبحان الله الله سبحانه وتعالى. لذلك لن يفوز اي احد، لا ميسي، لا يمكن تتفق البشريه على شخص وحادي الا الله سبحانه. لذلك لازم انت ممكن تختلف. بص احنا ممكن نختلف على حاجه زي ما انت بتقول. سنه في الحياه. بس اكمل جملتي. احنا ممكن نختلف على حاجه زي ما انت بتقول، ده عايز فرقه، لا ده ممكن يشتغل لوحده، لا ده لازم الفرقه تخدم عليه، لا ده ممكن يخدم على نفسه. احنا ممكن نروح ونيجي، انما زي ما نشأت بيقول في الاخر يا رواس في ارقام، والارقام ديت محطوطه وما بتكذبش.
انت سجلت قد ايه معاك وسجلت في في انهي الأرقام. دوري وصنعت في قد ايه، كل كلمة والأرقام قلت أنا القياسية معاك. انت قاعد عمال تضرب، دي اللي احنا نتكلم فيها كناس بتفهم كوره ومحللين. انما بقى انت مثلا ممكن تشوف بلاش انا ما بتكلمش على صلاح، احنا خالد جاسم لعيب كبير قوي، الله يخليك. انت جيت قلت والله لا ده خالد لازم ماجد يخدم عليه، لو ماجد مش موجود خالد هيبقى وحش. نشأت هيجي يقول لك ايه، لا والله ده خالد ده ممكن ياخدها ويعمل كده ويعمل كده من لوحده ومش محتاج ماجد. ديت نختلف فيها، انما الارقام هي اللي هتفضل موجوده وهي اللي هتبقى موجوده ومتسجله في كل حته. فهمت حاجه؟ معاك في الارقام. نحن فهمت ضد. حاجه؟ انت عاوز تورطني في محمد صلاح من اول هو ورطك وش بقى بعد؟ زين انا بس. اول حاجه خلاص اي ورطك لا بس. لحظه، ارقام محمد صلاح معه ولاعب كبير ومحطم ليفربول ما اقدر اغيرها، بس قلت لك الانجاز. يا عم خلاص حفظنا، هو اسطوره في ليفربول ومش اسطوره في المنتخب المصري، ولازم يعمل حاجه اما يعمل حاجه مع المنتخب المصري هيبقى اسطوره. وسالم اسطوره اسطوره. هذا من عندك، هذا من عندك هذا. يا اخي اسطوره في الدوسري مصر على مزاجك ومحمد صلاح مش على مزاجك، ادي خلاص الموضوع. يا كابتن انا قلت لك في مصر اسطوره، لكن لو حقق البطوله ان شاء الله هيبقى اسطوره اكتر. طيب شكرا. وانتم عندكم اسطوره واحد 100 اسطوره. احمد الرواش شكرا. انت رايح وجاي على سالم الدوسري، هو عمل لك حاجه؟ مين ده؟ انا بحبه جدا، بتحب ده خلاص. انا اللعيب المفضل طيب انت بالنسبه رايح لي. وجاي عليه ليه؟ لا انا بشرح عليه بقى. بقول لك شغله، خلينا نتكلم صراحه. هو عشان اللي بيقول. عشان نعطي كل ذي حق حقه. ايوه محمد صلاح لما استدعي المنتخب ادى اللي عليه ولا لا؟ طبعا. لعب وقاتل وسدد وسوى طبعا. ولا لا؟ طبعا، يبقى وكان من نجم- الجيل اللي صعد كاس عالم مرتين ورا بعض. ويعتبر من اساطيرنا اللي احنا نفرح ونفتخر فيها. طبعا طبعا. وسالم الدوسري لما راح المنتخب قدم ولعب طبعا. وقاتل وسوى. طبعا. اذا من اساطير. احنا لما نتكلم عن الاسطوره، انا معيش لها مقاييس ومعايير على كيفكم، بس انا اشوف الاسطوره الحقيقيه اللي يخدم على زملائه، اللي يلعب بقوه، يلعب ويقاتل، بعد مش انا بروحي اجيب وكل بطولة. اتكلمنا عليهم دولت كلهم خلاص، بما كلمة فيهم أسطورة. اكرم عفيف اللي احنا كلمة- اتكلمنا عليه من شويه. شوف، كلمة بقول اسطورة شغلة. اسطوره ما فيها معايير، وعلى فكره لو محمد صلاح ما في معايير. فيه معايير. لو والله ما ما اصيب فيها. في كاس العالم 2018 كان ممكن حتى يكون في أتحدى كلام أي ثاني، واحد صح يجيب ولا يقول لا؟ لك معايير. رياض أتحدى خالد. احمد ابي احسب اي واحد يجيب لي معايير اسطوره. احمد لو سمحت. أتحداكم احمد كلكم. شكرا. رياض محرز لاعب كبير ومن اساطيرنا اللي ايضا نفتخر ونفرح طبعا. فيها. اشرف حكيمي من الاساطير المغربيه الجميله اللي احنا فرحانين فيها حقيقه. اشرف حكيمي احنا بس اعطيناه مرور الكرام، جايب لي دوري ابطال اوروبا يا جماعه. يعني باراكوتا مو اسطوره؟ منو؟ باراكوتا لما مو انا عايز أبو اسال سؤال، الأساطير. امال احنا اتاخرنا ساعه دلوقتي ليه؟ لما احنا اقتنعنا في الاخر ان كل الناس دي كويسه واساطير، احنا ضيعنا ساعه ليه؟ عمالين عمالين اوكي. اخر سؤال بس حق عبد الشيخ، خاص بروح لا عندي سؤال فاصل. واحد، سؤال واحد برك. نتكلموا على نابل قبل ما يجي مارادونا. نابل كيف كانت نابل؟ ما كان تجي ميلان تربحها في نابل، المقابلات اللي تمسحها، تجي جوفنتوس تمسحها، ويا رايحه ويا ما رايحة. كانش نابل. جا مارادونا ومام المجتمع، المجتمع اللي عايش في نابل كانت المعيشه تاعهم ضعيفه جدا ومشاكل كبيره. جا مارادونا عنده معاه كاريكا. واسمه كاريكا. اليماو. عنده زوج لاعبين معاه. حكم نابل، هو حكم نابل قال هذوك انا نديك المستوى العالي فعلا. يدك يا أخي. دا نابل المستوى العالي اللي جوفنتوس ولا تجي تاخذ بالثلاثه بفضل مارادونا اللي الكونترول هذاك اللي داروا كونترول دار تاك تاك ما خلى اللاعبين كاع حابسين، سجل الهدف الثاني او الثالث. مارادونا نابل قلبها كاع مارادونا، مام التجار والناس كاع ولات عايشه مليح، اللي المستوى المعيشي طلع بفضل مارادونا. هذا تنجم تقول هو وثاني لاعبين صح قاد الاخر، مي كاين الاخرين لاعبين واحد اخرين تاخذ ميسي مستوى ما عندنا ما نقولوا في ميسي، ولكن ميسي عنده الفيس احسن رواق الايمن، وسط ملعب. 42 باس ديسيزيف افضل ظهير يمين. يعطيك صح. كي يلعب هو ميسي تمتع كرة القدم، عنده ينيستا، عنده تشافي، وعنده بوسكاس من اللور، وزاد من بعد جا نيمار. يا اخي كابتن سؤال اخير عشان نروح الفاصل، عندي فاصل اعلاني. انت وين او اين تضع رياض محرز في اللاعبين الجزائريين اساطير عبر التاريخ؟ عبر التاريخ في القائمه. بالارقام انا ما نجيبش نمد بالارقام، لان هو من اللاعبين الاسطوره الجزائريه كاع في المستوى العالي. كاين خطاش كبار، كاين اللي توفاو كبار كانوا مستوى عالي، لان علاش احنا هذاك الوقت في الجزائر الفيدراليه تمنع عنا الخروج لاوروبا،
تمنع تروح تلعب في اوروبا، وكانوا لاعبين في المستوى العالي. هو محرز مع هاد مجموعه تاع لاعبين اللي قعد في التاريخ كره القدم. نتكلموا من بعد في التاريخ على محرز جاب تشامبيونز ليغ، جاب ما عارف شحال من تيتر مع السيتي، مع ليستر، ومع الفريق الوطني كاس افريقيا. ولو ان نتكلموا احنا فاخرين بهذا الشيء هذايا، ولكن كاين لاعبين كان في المستوى العالي معمره. الماس عم يروح معمره. اوكي، من افضل من رياض محرز في قامه التاريخ للكره الجزائريه؟ حب دراعي حطني فيه. لا عادي، سؤال عادي فني. انا ما نقولش من افضل محرز وما نقولش محرز افضل منا، انا قلت لك كاين لاعبين في المستوى العالي وما خرجوش للخارج. اذا ما تبي تجاوب يعني بس. دونك ما نجيبش نقول لك انا نعترف بحاجه اللي محرز مستوى عالي في كره القدم. مثل من طيب اللي مثلا والله اللي لاعبين كانوا افضل؟ انا نعطيك زوج لاعبين او ثلاثه ما خرجوش من الجزائر. ما نتكلموش على القوم تاعنا باش ما نقيسوا حتى واحد اللي مقبل منا. كان لالماس ربي يرحمه مستوى عالي. منو؟ احسن لالماس. لالماس تجبد على التاريخ تاعه. الله يرحمه. كاين لاعب شباب بلوزداد هو ولا؟ بلوزداد، الفريق الوطني وبلوزداد. كاين رقم 5 دفاع اللي هو حد في ميلود، لعب في مولودية وارن الفريق الوطني. انا ليا لو كان خرج من الجزائر في وقته كان ممكن يكون احسن رقم 5 يكون في العالم لو طلع من الجزائر. لاعب عندي ما نقول لك فيه، ما طلعش. كاين بوعلى مع ميروش، هذا قالنا احنا نسقيولو السحر، قالنا فنان كبير. كاين عمر بطروني قالنا رقم 7 عياوي ميلان يحلوه يديوه، جاو بزاف الانديه باش يديوه. هذاك الوقت ما تنجمش تخرج منه.